San Francisco for the man known as the Zodiac Killer. His violent movements. In 1967, Riverside Police received a handwritten letter. Like that is going to be a very serious problem for us. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. انا ايمان وهذه القناه ديالي فين غنبقى نعاود لكم على قصص، جرائم، اساطير وبعض المرات غير دي تيوري اللي لقيتهم في الانترنت. القصه اللي عندنا اليوم هي قصه كيساراغي ستيشن او محطه كيساراغي، اللي هي واحد المحطه اللي كانت شهرت بزاف في اليابان ومن بعد شهرت عالميا بما انه كان خرج لها واحد الفيلم في 2022. لقيت 3 ديال القصص في الانترنت حول محطة كيساراغي، فبلا ما نطول عليكم اجي نبداو بالقصة الاولى. القصة الاولى ديالنا كتبدا في واحد الموقع او بلوغ سميتو نيتشان، وبالضبط في واحد البلاصة في الموقع سميتها post about strange occurrences around you thread 26. هي بحال واحد البلاصه في وسط هذاك الموقع خاصه كتقدر تهضر فيها على احداث غريبه وقعوا لك. وفي هاد الثريد وبالضبط نهار 8 يناير 2004 مع 11 و14 دقيقه ديال الليل، واحد الشخص تحت اسم انونيم يعني مجهول غادي يحط بوست فيه. هادشي ممكن يكون غير المخيله ديالي، ولكن واش نقدر نعاود لكم على شي حاجه. جوج الاشخاص غادي يكونوا اكتيف هذيك الوقيته، غادي يجاوبوه بعد بضع دقائق كيسولوا على شنو واقع. هنا الشخص غادي يقول لهم بلي هادي 20 دقيقه وهو طالع في واحد القطار اللي موالف كيمشي فيه، والقطار ما حبس في حتى شي محطه، في العاده كيوقف كل 7 أو 8 دقائق، وانه في داك القطار كاين معاه غير 5 ديال الاشخاص وكلهم ناسين. الاشخاص اللي في التريد قالوا له انه من الممكن انه طلع في القطار الخطا، او ان السائق وقعت ليه شي حاجه يمشي يتاكد. فجاوب انه ما كيبان ليه حتى شي حاجه بسبب الظلام وما كيبان ليه حتى شي واحد، فدق في السرج ولكن ما جاوبو حتى شي واحد. في هذا الوقت وبالضبط مع 12 و8 دقائق تغير الاسم ديالو من انونيم الى هاتسومي او هاسومي، وهاد هاسومي بنت. قلت ان القطار دايز من واحد النفق، والغريب ان القطار الجاي من محطه شينهاماماتسو في لالين ديال انشو اللي كتربط بين محطه ديال شينهاماماتسو اللي جات منها ومحطه نيشيكاجيما في مدينه شيزوكا، مي كيدوز من حتى شي تونيل في المسار ديالو. من بعد شويه ديال الوقت قالت انه القطار حبس في واحد المحطه اللي سميتها كيساراغي ستيشن، وهاد المحطة ما كاين في حتى شي بلاصة في اليابان. الناس اللي كانوا في الموقع شي قال لها تهبط شي قال لها ما تهبطش، في الاخير قررت انها تهبط بما انه القطار حبس باش ترجع للمحطة اللي جات منها في الاساس، ولكن ما كاين حتى شي بلاكه على شي قطار اللي يقدر يردها منين جات. فاش بغات ترجع للقطار اللي كاين قدامها لقات انه مشى، فهنا خرجت خارج المحطة باش تقلب على شي طاكسي، ولكن قالت انه ما كاين حتى شي اثر ديال الحياة حولها، لا حوانت لا طاكسيات حتى شي حاجة غير جبال والربيع. فهنا عيطت على والديها، ولكن قالت انه ما قدروا يلقاو حتى شي اثر لشي محطة سميتها كيساراغي في حتى شي بلاصة في العالم ولا في اليابان. حاولت تصيفط لهم اللوكاليزاسيون، ولكن كانت اشاك فوا كتطلع عليها ايرور. هنا قررت تعيط على البوليس، ولكن المشكل ان البوليس حسب لهم انها كتفلى عليهم فتعصبوا عليها وما لقات مازال حتى شي واحد اللي يعاونها. ملي ما لقات حتى شي حل اخر قررت انها تمشى حتى ترجع منين جات. شويه قالت انها بدات كتسمع اصوات ديال الطبول والاجراس كيقربوا عندها شويه شويه. فجأة غوت عليها شي واحد من الخلف وقال لها ما تمشاش فوق السكة حيت البلاصة خطير. فاش دارت لقات راجل كبير عنده رجل وحده ولكن فجأة اختفى. البنت هنا زادت تخلعات وقررت ترجع للطريق
رغم أنها تجرحت من رجليها وأن الكعب ديال لي طالون ديالها تهرس، وهنا فين عرفنا أنها بنت. شوية د الوقت وهي كتمشى وهي توصل قدام النفق اللي كان داز منه هذاك القطار قبيله، وهذا النفق سميتو إيسانوكي، وهذا النفق أكيد ما كاين في حتى شي بلاصة في اليابان. فتشجعت أنها تدوز من هذاك النفق رغم أنه كان ظلام. فاش خرجت شافت واحد الشخص ما بعيدش عليها بزاف، فمشات عنده وقال لها تطلع في السيارة وأنه غادي يوصلها لأقرب محطة. البنت قالت أنها ارتاحت شوية فاش لقات شي حد يعاونها، لكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى قالت أنه قال لها أنهم غادي يتوجهوا لمدينة هنا أو منطقة هنا، وهذه هنا براسها ما كاينه في حتى شي بلاصة في اليابان. وبدا كيقول شي حاجة ما مفهوماش بينه وبين راسو. فهاسومي تخلعات، ولكن للأسف غادي تكون هذه آخر حاجة غادي نعرفوها على هاسومي، حيت التليفون ديالها قالت أنه غادي يطفى بسبب البطخي، وكان آخر بوست ليها مع 3:44 دقيقة، ومن بعد ما بقى حتى شي واحد سمع ليها. فدابا ندوزو القصة الثانية على كيساراغي ستيشن، وغادي نخليو النظريات والابديتس على كل وحدة حتى الآخر. في 2011 شخص تحت اسم موراو بلا بلا في تويتر قال أنه حتى هو لقى راسو في شي محطة سميتها كيساراغي، وبدا كيعاود على شنو وقع ليه. قال أنه كان جاي في قطار من مدينة كانتو، ومن بعد فاش داز القطار من مدينة شيبا لقى راسو في شي محطة غريبة سميتها كيساراغي، فين كان الوقت أسرع بساعة على الوقت ديال الانترنت، وأنه قال أن الGPS ما كانش خدام ليه تمايا. من بعد قال أنه في ذاك الوقت اكتشف من بعد أنه كان واحد الزلزال قوة 5 درجات في مدينة كانتو، ولكن هو ما حس بحتى شي حاجة في هذيك المحطة. فاش خرج من المحطة قال أنه لحسن الحظ لقى واحد الحانوت قريب من تمايا، وفاش مشى للحانوت لقى واحد الطريق باش تدي لواحد السوبر مارشي ياخذ منه داكشي اللي بغا. فاش بغى يرجع للمحطة لقى أنه ما كايناش هذيك المحطة، ما لقاها حتى شي بلاصة مازال، مع أنه رجع لنفس البلاصة اللي كان فيها. وفاش قلب التيكي ديالو لقى أنه ما كاين حتى شي أثر ولا شي إشارة كتدل على أنه داز من شي محطة سميتها كيساراغي. ومع هاد التغريدة اللي للأسف ما قديتش نلقاها في تويتر لأنه غالبا تمسحات، حط معاها هاد الصور. الناس من بعد اللي شافوا الصور قالوا أنها كتشبه المحطات اللي كاينة في منطقة كانساي، وأن هذا الشخص غير كيكذب. آخر قصة واللي كانت تنشر عليها في 2018، ما عرفتش بالضبط امتى طرا هاد الشيء، ولكن تنشر عليها في 2018. طرات حتى هي في تويتر. واحد الشخص تحت اسم بيوكاران حط واحد التغريدة أنه ركب على شي قطار خطأ، أنه معصب حيت ركب في القطار الخطأ حيت كان كيلعب في التليفون ديالو وما انتبهش، وأنه من بعد شوية ديال الوقت الصوت ديال القطار، يعني السيد اللي كيهضر في القطار، قال أنه وصل لآخر محطة فكل شي خاصو ينزل. وكما تكونوا توقعتوها نزل في محطة كيساراغي اللي تا واحد عمرو لقى فينا هي. قال أنه طلع القطار حوالي 8 د العشية، يعني ما دازش بزاف ديال الوقت، ولكن في التليفون ديالو وفي الساعة ديال المحطة لقى 11 ديال الليل. هادشي كامل كان كيقولوا في تويتر. جاوبت واحد الصديقة ديالو وقالت أنه الوقت مازال 8 د العشية وأنه غير كيخربق، هو ما عرفش واش بصح راه في محطة كيساراغي، حيت ما كاين حتى شي بلاكة أو شي لافتة كتدل أنه مكتوبة محطة كيساراغي، وأنه فقط سمعها من الصوت ديال السيد اللي في القطار كيقول أن المحطة القادمة هي آخر محطة واللي هي محطة كيساراغي. حاول أنه ياخذ الصورة للمكان اللي هو فيه
ولكن الميموار ديال التليفون ديالو عامرة، مع انه مسح بزاف ديال الصور. صديقة ديالو قالت انها غادي تقلب على هاد المحطة وغادي تحاول تعاونو قدر الامكان، ولكن هو بدا كيفقد الامل لانه كان ديجا قرا على قصة ديال هاد المحطة، وانه بدا كيسمع الصوت ديال الاجراس والطبول كيقربوا لعندو، وحتى GPS ديالو لقى انه ما خدامش كاع. فجأة غادي يبدا واحد الشخص كيعلق في التويتر ديالو وقال لي ان محطة كيساراغي هي واحد المحطة بين الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأنه إلا لقى شي نفق سميتو كاتاسو ما خصوش يدخل منه، حيت إلا دخل به ما غاديش يعاود يقدر يرجع للحياة الحقيقية. وقال لي هاد الشخص نيت أنه إلا قدر يلقى شي حاجة يحرقها، شي ورقة، غادي يقدر يرجع في حاله وغادي يلقى الطريق منين يرجع. من بعد تويت ديالو شوية تشهر وبزاف ديال الناس بداو كيجيو كيكومونطيو ليه وكينصحوه شنو يقدر يدير. شوية قال لهم انه ما بقاش قادر يتفكر الاسم ديالو، وانها الساعة فاتت عنده 12 ديال الليل، والناس كيقولوا ليه انه يلاه مازال 10 ديال الليل عندهم، وانه من الخطير انه ينسى المعلومات ديالو والاسم ديالو، فإلا قدر يكتب داكشي اللي باقي عاقل عليه في شي بلاصة وما ينساهش فغادي يكون حسن. هنا وبعد الاصدقاء ديالو صيفطوا ليه الاسم ديالو والادريس ديالو للتليفون ديالو. شويه عيط لشي شخص وقال انه هاد الشخص مهم بالنسبه ليه، زعما كان يقدر يعاونه، ولكن ما جاوبوش. شويه هذاك الشخص عاود اتصل به وقال انه كان كيسمع غير السكات، يعني ما كاينش شي حد كيهضر، ولكن فجأة قال له انه تقدر تنعس. فقال وقيل غادي نعس بما انه هذا الشخص نصحني انني نعس. هنايا الناس قالوا له انه ما خاصوش ينعس كاع، والا غادي يطرى عليه شي حاجه. شويه شي حد من صحاب بيوكران قال انه اتصل به ولكن ما جاوبوش، فجاوبوا بيوكران في التويت وقالوا بانه راني جاوبت ولكن ما كنت كنسمع حتى شي حاجه. فمن بعد هادشي كامل اللي وقع ليه والخلعه اللي طرات ليه، وانه كان عيان بزاف لانه فات 12 ديال الليل بالنسبه ليه، قرر انه ينعس، من رغم ان كل شيء كان كيقول له ما خاصوش ينعس والا ما غاديش يعاود يرجع في حاله. فاش فاق على واحد الاتصال ديال شي صديق ديالو ولقى راسو في محطه ودواره. فاش رجع للتغريدات ديالو في تويتر اكتشف انه ما كانش غير كيحلم على ما قال. من بعد لقيت انه في كل مره كان كيهضر مع شي حد على محطه كيساراغي اولا كيسولو كيقول ليه كيفاش كانت البلاصه، كينكر وكيقول لهم انه عمره هضر عليها ولا مشى لشي بلاصه سميتها كيساراغي ولا سمع بها، ولا كينكرها تماما. هادو كانوا هما 3 ديال القصص اللي تنشر عليهم في الانترنت حول محطة كيساراغي. فهنا دابا نقدروا ندوزو للنظريات والتفسيرات اللي خرجت على هذه المحطة. في القصة الأولى، وبما أنها كانت أول مرة غادي يهضر شي حد على كيساراغي، فكل شي بدا كيخرج النظريات ديالو، كل شي بدا كيهضر عليها. مجموعة من الناس قالوا أن هذا القطار اللي كيدوز من هذه المحطة هو قطار ما بين الحياة الحقيقية للحياة الآخرة، وأنه الأشخاص اللي كيكونوا في تلك المحطة فهما ماتوا بالفعل، وهذاك هو الانتقال، يعني من انتقال من الحياة للموت. وهذا الشيء طبعا غير في المعتقدات ديالهم، وكيسميوه الإيسيكاي أو الحياة الأخرى. وكيحاولوا يفسروا هاد الناس أنه داك الاتصال اللي مازال كيتم مع الحياة الواقعية فهو مجرد أنهم مازالين في المسار اللي كيربط بين الحياة الحقيقية والحياة الأخيرة، يعني أنهم مازال قادرين يتواصلوا مع الناس. واحد آخر ديال الناس كيقول أنه من الممكن أنها مشات لشي عالم آخر أو لشي بعد آخر وما قدرتش مازال ترجع منه. والغريب أن في 2011 بانت شي وحدة سميتها هاسومي في داك الموقع نيت ديال النيتان كتقول أنها نفس هاسومي اللي اختفت هذه 7 سنين، وأنها كملات الكمالة ديال القصة
قالت انه مورا ما ركبات مع داك السيد وبدا كيهضر مع راسو وهي تخلعات، حاولت انها تخرج من الطوموبيل وتهرب. وديك الطوموبيل فاش خرجت منها ضربها شي ضوء وما بقاتش لقاتها مازال. شويه بان واحد السيد وجا عندها وقال لها جري جري رجعي في حالك وما تبقايش هنايا. فهي تخلعات وبقات كتبكي وكتجري ورجعت للمحطه الاصليه منين جات، ولقات انه فاتت 7 سنين على هادشي اللي طرا ليها، مع انه بالنسبه ليها هي الله دازت بضع ساعات. من بعد في هاد الثريد الناس قالوا انه هادشي غير كذوب وان هاد البنت ما كايناش اصلا وهادشي غير شي شخص كيتفلى وصافي. النظريه الاخرى هي انه البنت رجعت في حالها ولكن ما بقاتش عاقله على شنو وقع ليها، ومسحات هذاك السيد ديال نيتشان وما بقاتش كتهضر فيه كاع. والناس اللي قالوا هاد الشيء تبازاو على انه ما كاين حتى شي تقرير للبوليس، يعني والديها ما داروا حتى شي تقرير على البوليس على ان شي بنت اختفات ولا شي بنت وقع ليها شي حاجه وما بقاتش رجعت في حالها. وما نقدروش نبحثوا على التقارير بسميتها سومي لانه في الغالب غير اسم مستعار. كيبقى اخر نوع ديال الناس واللي انا منهم نيت اللي كنظن انه هادشي غير كذوب وبلي غير شي حد مطلعها وشي حد كيتفلى وصافي وبغى يدير شويه ديال الشهرة، حيت داك التريد معروف انه الناس كيعادوا فيه شي حاجات كيخلعوا. وصراحه هذه هي اكثر حاجه دخلت لي العقليه وقدرت نتقبل. بالنسبه للقصص الاخرى ديال السيد اللي حط الصور، فكنظن انه زاد الصور غير باش يثبت ان القصه واقعيه وانه يبين ان داكشي بصح طرا ليه وانه فقط كيتفلى. وهذا الشيء اللي لقيت انه بزاف د الناس كيتفقوا عليه، بما انهم لقاو تشابه بين الصور ديال داكشي اللي صور والصور ديال ديك المحطه اللي كاينه في الواقع. اما في اخر قصه واللي وقعت في تويتر والناس قالوا انه بما انه ما شاف حتى شي لافته كتدل على كيساراغي وبلي ما قراهاش في شي بلاصه ولكن غير سمعها من داك السيد اللي كيقولها في القطار، فمن الممكن انه سمعها بالغلط حيت كان مشغول بزاف في التليفون ديالو وقال انه ادكتد للالعاب في التليفون، فيقدر يكون هذا الشيء اثر عليه وبدا كيهلوس. واول حاجه طاحت له في باله هي محطه كيساراغي بما انه كان ديجا قرا عليها، فبدا كيربط الاحداث ببعضها وكيهلوس ديك القصه لانه لقى انه اخر حاجه وقعت ليه في عقله. وبما انه فاش فاق لقى راسو في محطه اوداوارا، فكاين احتماليه كبير ان هذا الشيء هو اللي وقع عليه وانه كان غير كيهلوس. كاين احتماليه ديال ان هذا الشيء مجرد مقلب وان غير شي حد كيتفلى في التويتس هادو بما انه التويتس من بعد راه تمسحوا. ولكن كيبقى الشق الاكبر ديال الناس اللي عايشين في اليابان اللي كيتيقوا بهذا الشيء وكيقولوا ان هذاك القطار راه بصح هو القطار ديال الحياه، هو اللي كيدي الاخره ولا كيدي لشي بعد اخر. المهم عندهم بزاف ديال الاشياء اللي كيتيقوا فيها في اليابان، فهما كيامنوا بالقطار ديال الحياه الاخره وبالشيفتين يعني الانتقال من عالم او بعد لبعد، وانه هذه المحطه بصح كاينه غير ماشي في العالم ديالنا. فهادشي اللي قدرت نلقى على محطة كيساراغي. كنتمنى تقولوا لي الرأي ديالكم، شنو بان لكم نتوما في هذه المحطة، واش بصح كاينه، واش هذه غير شي نكته اخترعها شي واحد وشي وحدين اخرين تيقوها. الا بغيتو تفرجوا في فيلم ديال كيساراغي فراه هو كاين تلاح في 2022، تقدروا تلقاوه في الانترنت، تقدروا تفرجوا فيه. وراني غادي نحط لكم المصادر الا بغيتوا تقراو لي كونفرساسيون زعما لي تويت وديك لا كونفرساسيون اللي تحطات في نيتشان راه كاينه مترجمه بالفرنسي ومترجمه بالانجلي، فتقدروا تلقاوها، غادي تلقاوها في صندوق الوصف. المهم هادشي اللي كاين، ما تنساوش تقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير، والسلام عليكم.